السلام عليكم الحباب ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم ميني بسطيلات بحشوه جديده، حشوه الدجاج منسمه بالاعشاب وبالفخوماج. كيجيو معلكين وكيجيو رائعين بطريقه سهله واقتصاديه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للاعشاب اللي استعملت في هذه البسيطيلات هما لاسيبوليت، وعندي هنايا الطرخون. بالنسبه للطرخون راه كيتواجد في الاسواق الكبرى، واللي ما عندوش الطرخون اللي كيكون هكذا طري يمكن ليه يستعمل هذا اليابس. وعندي الحبق اولا الريحان. هنايا شديت الدجاج ديالي عمرته بالاعشاب ودرت عليه الزعفران والابزار وبصيله والماء، وشحرته بزيت العود وخليته كيطيب بالطريقه ديال البسطيله، الطريقه العاديه اللي كنوجدوا بها البسطيله. ومن بعد ما طاب راه حيدت ليه دوك العظام اللي كيكونوا وهشيتو في الهاشوار. زدت عليه هنايا الفطر الطري والفطر الاسود اللي شحرتهم مع زبيده ومليحه وبزيره. وغادي نضيف عليهم هنايا لا فيرميسيل اللي حتى هي رقدتها في الماء اللي كيكون طيب، وزدت عليها داك لاصوص اللي بقى ليا من الدجاج هكذا باش تجيني منسمه وبنينه. صافي كنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. عرفتي كتجي واحد البسيطلات كيجيو رائعين وكيجيو بنان، طريقه اللي هي رائعه وجديده. وهنايا غادي نضيف الفخوماج. وبالنسبه للفخوماج راه كيبقى لكم اختياري اي نوع من الفخوماج بغيتو تستعملوه، وانما هذا النوع تاع الفخوماج كيطيح عليكم رخيص اقتصادي لانه من الحجم الكبير، كيمكن لكم تستعملوه في العديد من الوصفات. كديروا كميه اللي هي كبيره باش هكذا الدجاج ديالكم يجيكم رطب هكذا ما يبقاش ناشف. غادي نخلط هاد المكونات مزيان، واللي ما بغاش يستعمل الفخوماج يمكن ليه يستعمل الكريمه السائله. هنايا غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتها، وغادي نخلي الفخوماج الاحمر من بعد ما كنخلط هاد المكونات عاد غادي نضيفه في الاخير. وبالنسبه للاعشاب راني ضفتهم، عاودت قطعت واحد شويه الاعشاب المنسمه وضفتهم للخليط ديالي ديال الدجاج ولا فيرميسيل والفطر. هنايا في الاخير راه كنضيف واحد الكميه كبيره ديال الفخوماج الاحمر، هو اللي كيعطينا لوغو وكيخلي لينا البسيطلات رائعين، كيجيو هكذا رطبين وفتيين وكيجيو بنان. كنخلط مزيان هاد الخليط بهذه الطريقه، ومن بعد غادي ندوزو باش نشكلوا البسيطيلات ديالنا. بالنسبه للطريقه تاع التشكيل انا هنايا شديت القياس ديال سميتو، شديت هاد الاطار باش نعبر به القياس، وشديت الورقه ديالي قسمتها هكذا على 4 وكندهنها بالزيت والزبده. كندهنها هكذا مزيان، وغادي نوضع الربع ديال الورقه ونضيف عليه الربع الاخر اولا المثلث الاخر قطعتهم على شكل مثلث بهذه الطريقه. وغادي نوضع الكميه ديالي ديال الحشوه وغادي نضغط عليها في هذا الاطار بهذا الشكل. صافي وكنبدا كنجمع الورقه بهذه الطريقه. وإلا بانت لكم البلاصه فيها الورقه كثيره اولا الورقه اللي كتكون هكذا مقرمشه كتزولوها باش ما تجيكمش البسطيله ديالكم كثيره فيها الورقه وما كتجيش ما كيجيوش دوك الشناتف هكذا مقروشين. صافي كنبدا كنلمط البسطيله بهذه الطريقه، وفيما بان ليا شي حاجه اللي كتكون هكذا مقرمشه كنحيدها وكندهن بشويه ديال الزيت والزبده بهذه الطريقه. صافي وكنزولها من الاطار وكنحطها في بلاطو بهذا الشكل. هانتوما الشكل ديالها كيفاش كيجي رائع.
كيجي زوين. والطريقه ديالهم راها سهله. كدهنوا الورقه ديالكم مزيان بالزيت والزبده، وكنحط جوج الاطراف ديال الورقه، يعني نص ورقه كتعطينا بسطيله. وكنضغط بهذا الشكل، وكنبدا كنلمط البسيطلات بهذه الطريقه. وبالنسبه لهاد الحشوه يمكن لكم توجدوا بها حتى بسطيله اللي هي كبيره، اولا توجدوا بها بحنشه اللي كتكون بريستيج، كتكون رائعه، كتجي بنينه وكتجي مختلفه على البسطيلات اللي مولفين كنوجدوا البسطيله العاديه اللوز. هذه طريقه جديده من السماء بالاعشاب. دوك الاعشاب كيعطيوها واحد اللوغو اللي هو رائع، كتجي بنينه بزاف، شي حاجه مغايره على البساطل اللي موالفين كنوجدوا. هنايا انا راني بديت في البسطيلات ديالي، هانتوما الكميه اللي قديت. وبالنسبه للحشوه هنايا وضعت كل طاج كنوضع فيه بلاستيك، وكنحطهم في المجمد حتى كيجمدوا، عاد غادي نوضعهم في بلاستيكات ونخليهم ان شاء الله لرمضان. وقت ما بغيت شي حاجه راه كنجبدها، كندهنها بالزيت والزبده وكندخلها للفران طيب. وبالنسبه للحشوه انا اختاريت هذه الطريقه، وضعت كل قياس بوحدو. وهنايا من بعد راني طيبت معكم هادو باش تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي، والمذاق ديالهم راه كيجي رائع بزاف، كيجيو معلكين لان فيهم داك الفرماج الابيض وفيهم الفرماج الاحمر، كيجيو غزالين بنان بزاف. كنتمنى من الفيديو ديالي الاعجاب ديالكم، وشكرا على المشاهده.